السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مساء الفل على متابعيني الحلوين. في البداية أحب أرحب بالمتابعين بتوعي وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. تمام. الفكرة اللي أنا جايبها لكم النهاردة فكرة جميلة جدا جدا، بالذات في قطع الكهرباء. طب انت جاية معانا جايبة شمع، تعملوا بو ايه؟ هقول لكم. أي بواقي شمع عندكم، أي بواقي فايدة عندكم من أي حاجة، من سبوع، من أي حاجة، أقولك استغلها في الفكرة دي. هتجيبي طبق قديم، ودايما حافظة على الطبق ده يكون عندك دايما لاستخدامات كتيرة نستخدمها مع بعض. هتجيبي طبق قديم وتحط في بواقي الشمع دي وهتسيحها على البوتاجاز. تمام. هتسيحناها طبعا بالطريقة زي ما حضراتكم شايفين، بس خلي بالك الشمع لسعته والقبر، يعني خلي بالك منه. هنجيب كوباية تكون حراري، كوباية، فنجان، أي كوباية عندك، مثلا إن ده اتكسرت وعايزة ترميها، لأ ما ترميهاش، هنستغلها في النقطة دي. حاجة تكون حراري تستخدم الشمع فيها. شوفي بيمسك ازاي بسرعة، مجرد ما بنطفي على النار بيرجع كتلة تاني. طب وبعد ما يسيح، شفت الفتلة اللي في الطبق دي، فتلة الشمع، أيوة اللي في ايدي دي، هنحطها فيها وهنثبتها بالطريقة دي. متقلقش كل الشمع ده يتظبط تاني اهو. انا بظبطه بالطريقة دي اهو. طبعا هو لسه سايح، بس هو يعني دلوقتي يتمسك عند الأول. ده معطر جو، طبعا احنا عايزين نولع الشمع يديلنا ريحة حلوة وهو والع. نعمل ايه؟ بنجيب معطر جو، بنضيفه له بالطريقة دي قبل ما يجمد. اهم حاجة يتضاف له المعطر قبل ما الشمع يجمد اهو. شايفين بيبدأ يعمل على الوش ازاي بالطريقة دي اهو. تمام، شايفين لحد كده؟ يا ريت لو وصلتوا لحد هنا تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. انا بحب اقدم لكم فكرة بس مش اكتر، ان انتوا توصلوا لحاجة معينة. طبعا عاملة اتنين اهو. واحدة دي كوباية قديمة عندي، بعرفك ان هي يعني ايديها انكسرت فمرمتهاش، استخدمتها مج صغير خليتها عندي. ودي الجديدة اهي، كوباية برضو يعني زي نظام كاسة كده. تمام. حطيت فيها معطر ونشف. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة فاخر من نوع الآخر، والله جميلة جدا. الشمع ده ما يروحش منك، يقعد سنين ولا ينطفي، ولا هوا تطفيه، هوا ينطفيه، ولا يخلص. طبعا الشمعة ما بتولع بتخلص خلاص بترميها، لأ، هنا ما بتخلص. هنا مجرد ما الكهرباء تقطع بتنوريه، بعد ما الكهرباء تيجي بتطفيه عادي، وترجعي تستخدميه مليون مرة. مش هقولك مرة ولا اتنين، تستخدميه كتير جدا. طول ما انت محافظة عليها وعيناها بالطريقة دي هو ما بيخلص، بيولع ويحتفظ بيها. الله، الله على الجمال. لا 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 لا، بجد حاجة خرافة. يا ريت كلكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الطريقة الجميلة دي. فكرة جميلة جدا جدا في قطعة الكهرباء دلوقتي، بالذات الناس اللي بيقطع عندها الكهرباء زينا كده بالليل. احنا عندنا الكهرباء بتقطع الساعة 9 بالليل، يعني بنبقى قاعدين نشاور كده. ايه رأيكم بقى؟ والله اضاءتها تحفة بجد، اضاءتها في المكان بتنور وبتدي ضي حلو، وفي نفس الوقت عاطية ريحة جميلة جدا. طبعا دي الفكرة الأولى معاكم، حبيت أوريها لكم حاجات بسيطة ومتاخدش من إيدك 5 دقايق. هي دي الفكرة اللي يتقال عليها في 5 دقايق بتكون خلصانة اهو. ايه رأيكم؟ طبعا دي الفكرة التانية. بنجيب بوكس صغير، كرتونة صغيرة عندك، بتاعت هدوم، بتاعت أي حاجة، كرتونة بس تكون يعني ايه، جامدة شوية مش رقيقة، تستحمل يعني. هعمل ايه بالكرتونة دي؟ هغلفها داير ما يدوم. تمام. هحتاج لها مقص وشمع. انا عندي مسدس الشمع بتاعي بس في عطل شويه بصلحه، بس مش شرط ما بوقفش عليه، ممكن اسيحها على عين البوتاجاز عادي واستخدمها زي ما انا بعمل قدامكم اهو. بثبتها كده اهو. طبعا دي مش محتاجه مسدس عشان نوقف على المسدس، هتقولي لي ما عندناش، هقول لكم عادي باي حاجه. سيحوا على البوتاجاز، على اي حاجه جنبكم وسيحوا عليها الشمعه وتلزقوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ايه رايكم؟ حاجه تحفه. ثبتها من الجنب ده اهو. هبدأ اعملها من الجنب التاني. تمام.
طبعا جبتها كلها داير ما يدور وثبتها اهو. وفي اماكن كانت محتاجه ان انا امسكها بخيط خيطتها، يعني في اماكن ممكن تيجي تمسكها بالشمع تحس ان هي رزله شويه، لا خيطها عادي، دي ما فيش فيها اي حاجه اهو. شايفه الطريقه؟ يعني خيطها متضرر اهو، بس الخيطه مش باينه عشان اوريك ان هي مش باينه اهو. طبعا لسه من جوه هنسيبها كده؟ لا طبعا مش هسيبها بالطريقه دي، لازم اغلفها من جوه زي من بره. هوريك هتستخدمي دي في ايه. ده بص اختراع، استخدمها في حاجات كتير جدا. بص انت ممكن تعمليها بطريقة، يعني ممكن طرحة عندك مش محتاجاها، ممكن قماشة عندك مش محتاجاها اهو. بوريك ان انت تستخدمي الخيط. تمام. لو حسيت ان هي ما بتمسكش معاكي بالشمع جهزي معاكي ابرة وخيط على طول، ما تستنيش. المهم هنختارها مش هنسيبها اهو. والله بجد تحفة تحفة بجد، اما تشوفوها في الاخر جميلة جدا وبتشيل معاكي حاجات. يعني كلنا بنقعد نتضرر من الحاجات دي. طبعا انا جمدتها وخيطتها داير ما يدور بره وجوه. تمام اهو. بقولك يعني ما شاء الله جميلة جدا. إيه لسه بقى ما يتحط فيها الحاجة هتسترخى كمان عن كده. طبعا القماشة شادة شوية، لكن مجرد ما يتحط فيها الحاجة هتسترخى. دي ليه؟ عشان انا يعني ايه، قصرت في القماش شوية. ده تل عندي برضو. انا تلاقي عندي الحاجات اللي انا بحبها دي لان دي هوايتي. ده تل اهو بيلمع، او عادي سادة بتقصي على قد ما انت محتاجة، او لو عندك حتة تل تاخدها ماشي. تمام. ممكن اي حاجة شفون عادي، ممكن مش عايزة تغلفها برضو عادي براحتك، المهم انا بديكي فكرة تعملي. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ دي حاجات طبعا اطفالنا الصغيرين كلهم ياخدوها في ايدهم في الرايحة والجاية ويرموها ويكسروها، وطبعا مكركبة علينا المكان. لا انا عملتلك بوكس يلملك الحاجات دي كلها وياخد منك حاجات تاني. ده لسه كمان واسع، ده الحاجات يعني مش ما شاء الله ياخد معاكي كميات. صلوا على الحبيب. ايه رأيكم بقى اما اتغلفت حاجة؟ بص تتقدم هدية، يعني دي تتقدم هدية، دي لو عروسة بتجهز او هتتجوز قريب إيه تعمل تعملها بالطريقة دي، الطريقة اللي تعجبك. يا ريت الفكرة بتاعتي تكون نالت اعجاب حضراتكم، ومتنسونيش باللايك والشير ودعوة حلوة. وربنا يا رب كده يقدرني واقدر اعمل لكم كل ما هو جديد، وفكرة وحاجات بسيطة على قد ايدينا وعلى قد المحتوى بتاعنا. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.